لو في طريقة مستعدة أعمل بيها صينية البطاطس بالفراخ على طول فأكيد هتكون الطريقة دي. صوص خطير وتتبيلة رهيبة وبسيطة، فراخ دايبة مع بطاطس وصوص كده، بجد من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها. أول حاجة في الطاجن نزلت بشرايح من البطاطس، بعد كده هنزل عليها بأي قطعية فراخ انتوا حابينها. أنا هنا استخدمت وراك، ممكن كمان نستخدم فراخ كاملة. نيجي بقى للتتبيلة الخطيرة. عندي حبتين من البصل المبشورين ناعم، عليهم ربع كوباية من الزيت، ملح وفلفل، بابريكا، توم وبصل باودر، كزبرة ناشفة، بهارات فراخ وتوم مفروم، معلقة صغيرة من كل حاجة. هخلط مقادير التتبيلة مع بعض لحد ما البصل والتوابل يتشربوا مع بعض ويبقوا بالشكل ده. كده عندي بقت جاهزة. هننزل بقى بالخلطة بتاعة التتبيلة الحلوة دي وهدعك كل حاجة مع بعض، الفراخ والبطاطس. أهم حاجة ندخل منها جزء ما بين الجلد واللحم للفراخ. سيبوها نص ساعة قبل التسوية، بعدين زودت نص كوباية مية وورقة زبدة ودخلتها الفرن. آخر نص ساعة شلت ورقة الزبدة وسبتها تحمر وتاخد لون. هتخرج معاكم باللون الخطير ده، البطاطس والفراخ كل حاجة واخدة من طعم بعض مع صوص رهيب كمان من تحت. اعملوا بقى شوية رز واستمتعوا بصينية بطاطس مش هتاكلوا في حلاوتها. وبس كده.